ابنك او بنتك او اي طفل عندكم بالبيت شنو راح تسمونه او شنو اختاريتوا له اسم؟ هاي معلومه يمكن لاول مره راح تسمعها عن اختيار الاسم ايش قد مهم. وهواي جاي نشوف يسمون اسماء جديده ومعناها اغلبها مو حلو او جايه من ثقافه غربيه او من مسلسل معين وما لها علاقه بديننا وهويتنا. مع العلم عندنا كنوز من الاسماء. يا اخي هو اسم دخل نسمي اسماء جديده، ما مليتوا من هاي الاسماء؟ لا حبيبي ما ملينا، ولازم انت هم ما تمل. تدري ليش؟ تعال اسولف لك. لان كل اسم عندنا بيه نور وبركه ووراه قصه ومبدا، واكيد عرفتوا اللي اقصده، اسماء اهل البيت، لان هي مو فقط لفظه اسم. يا الله شنو؟ هي هويه وارتباط ومبدا وتربيه وولاء. فمثلا من نسمي ابنك محمد، علي، حسن، حسين، راح يعرف هذا الاسم، راح يصير عنده ارتباط بهذا الاسم، راح يبحث عن هذا الاسم، راح يحب هذا الاسم، ويمكن حتى تجي بباله فكره انه لازم يقلد هذه الشخصيه اللي ارتبط بها اسمه. انت متخيل؟ ممكن انت مسمي اسم على شخصيه غربيه وتخيل انه هو يريد يقلد هذه الشخصيه. يلا بالله. اكو شخص في يوم من الايام اجى للرسول صلى الله عليه واله وسلم، قال له شنو حق ابني علي؟ قال له ان تحسن اسمه وادبه وان تضعه موضعا حسنا. تخيل اول شيء وصى به الرسول هو الاسم، ايش قد مهم. هذا احد الاخوه ورحت للنفوس انا اسجل اسم ابني، صار عندي مولود، يقول من انا طفل اهلي يسموني ابو زيد، فرحت حتى اسمي ابني. اجيت لهاي تسجل الاسماء، قلت لها بلكي سجلين اسمي اسم ابني، قالت خير وبركه. سميته، قلت لها سميته زيد، قالت الحمد لله. شو الحمد لله؟ منتظر اسمي زيد؟ قالت لا، اليوم من الصبح لهسه اهل يجيني علي 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 علي، الاطفال كلها علي. دبت له، قال يعني انت راجل اسمه علي؟ قلت له لا كله علي. قال سميه علي. انا اسم زيد ما اريده. عمي اسم زيد حلو. قال انا ما اريده، انا اسمي لي علي. لو اسميه علي وياك علي بكيف شو بعد تردين؟ فسموا اسماء ابنائكم على اسماء اهل البيت عليهم السلام، مو بس حتى تاخذون اجر، لا حتى يكون نورهم بحياتكم وباولادكم. وبعد انتم اهل الوفاء واكيد ما راح تنسون اهل الوفاء بتسميه ابنائكم. وبالنهايه اتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو ولو بمعلومه بسيطه. اشوفكم فيديوهات اخرى ومع السلامه.